رغم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام نتيجة للنقص الحاد في القطيع الوطني، شهدت الأسواق المغربية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الدوارة أحشاء الأضاحي، حيث بلغ سعرها 600 درهم. جزارة معروفة من مدينة الدار البيضاء عبرت عن استيائها، مشيرة بأصابع الاتهام إلى المستهلكين وغياب الوعي الجماعي، وقالت أن المواطن هو أول من ساهم في هذا الغلاء، لأن هناك من يطلب 2 أو 3 دوارات. هكذا عبرت الجزارة عن استغرابها. صدر القرار الملكي بإلغاء الأضحية استثنائياً هذا العام، حرصاً على الحفاظ على السلالة الوطنية من الأغنام والأبقار واستيراد إناثها لتعزيز القطيع الوطني في السنوات القادمة. إنه قرار استراتيجي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. رغم أن الأضحية ألغيت، شهدت الأسواق إقبالاً كبيراً على شراء الدوارة، وكأن الأضحية لا تزال قائمة. وقد علقت الجزارة قائلة: هذا اندفاع غير مبرر، وكأن العيد مرتبط فقط بالشواء واللحم. دعت الجزارة المواطنين إلى الامتناع عن شراء المواد التي عرفت ارتفاعاً غير منطقي في أثمانها، مؤكدة: عندما يصل ثمن الدوارة إلى 600 درهم يجب أن نتركها، حينها فقط ستنخفض الأسعار. طالبت المتحدثة بتطبيق صارم للقرار الملكي، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من يخالفه، سواء بالتضحية أو الاتجار بالأضاحي سراً، وأكدت: لا بد من ردع كل من لم يحترم قرار الدولة. دعت إلى إعادة التفكير في جوهر العيد، مؤكدة أن العيد ليس فقط الشواء واللحم، بل صلاة، صلة رحم، وتكافل. وأضافت: لنصبر يوماً واحداً ونظهر روح المواطنة في زمن الأزمة. وفي الختام، يؤكد هذا الواقع أن غياب الوعي الجماعي قد يفرغ القرارات النبيلة من قيمتها. فمع تجاهل المواطنين للقرار الملكي، تحول السوق إلى ساحة للمضاربة، والنتيجة غلاء جديد يثقل كاهل الجميع. فهل نستفيق قبل فوات الأوان؟